أعظم علاقة والتأخي من أصوات النفوس الزكية والصديق الذي عرف لمعنى الصداقة ما يطبق إذا اشتدت أبد في صديقه. موطني عقدت روسيا والجزائر محادثات مشتركة بشأن Работаем. Температура плюс 50 на всех континентах. Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. السلام عليكم ومرحبا أصدقائي في فيديو جديد معكم أخوكم عبد الله من اليمن. في الوقت الذي تذهب فيه الجزائر للمشاركة أو الانضمام في مجموعة البريكس التي تتوسع يوما بعد يوم لتصبح أحد أعمدة العالم الجديد متعدد الأقطاب، وفي الوقت الذي يصل فيه الرئيس الصيني للمشاركة في قمة البريكس يظهر قائد مجموعة فغنر الروسية في إحدى الدول الأفريقية. يا ترى أي دولة؟ هل مالي أم النيجر أم جنوب أفريقيا؟ أتمنى أن تكتبوا في التعليقات. فنشاهد الآن لحظة وصول الرئيس الصيني إلى جنوب أفريقيا. Glad to have you here. Thank you. Welcome. Thank you so much. Thank you for honoring us. 您来访是我们的荣幸，欢迎您到南边。بعدما شاهدنا الاستقبال القوي والمهيب للرئيس الصيني في جنوب أفريقيا، وشاهدنا قبل ذلك الاستقبال القوي والمهيب لأول طائرة أو للوفد الجزائري الذي وصل إلى جنوب أفريقيا في أول رحلة مباشرة، نشاهد الآن فيديو مصور لرئيس مجموعة فاغنر الروسية وهو يتواجد في أحد الدول الأفريقية. ترى هل هي النيجر أم دولة أخرى؟ أتمنى من يعرف أن يكتب في التعليقات. نشاهد تصريحه المتلفز. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем
выполнения задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. ما شاهدنا رئيس مجموعة فاغنر وهو يتجول في دولة أفريقية وعلى ما يبدو أنها النيجر. وكالة التعاون الخارجية أو نقول البيت الروسي تجري مفاوضات لافتتاح مكتب في الجزائر لتطوير العلاقة بين البلدين. دعونا نشاهد الدبلوماسية الجزائرية لا تزال تدهشنا يوما بعد يوم. روسيا والجزائر محادثات مشتركة بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لموسكو بالعاصمة الجزائرية. هذا وأشارت وكالة التعاون الخارجي الروسية إلى اهتمامها بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مكتب تمثيلي بالجزائر لتنفيذ بنود الإعلان المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية والذي وقع عليه زعيما البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا في شهر يونيو الماضي. لمزيد من المتابعة ينضم إلي الآن من الجزائر دكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية. دكتور، في البداية أرحب بك. ما هو حجم ربما تطلع الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس وما هي توقعاتك ربما لإمكانية تحقيق ذلك؟ صباح الخير سيدتي، شكرا على الدعوة. في الحقيقة هذه فرصة بالنسبة للجزائر بأن تكون ممثلة من قبل وزير المالية لرئيس الجمهورية لعضوية البريكس. وقد تقدمت الجزائر مع 20 دولة أخرى، ربما الجمهورية مصر هي واحدة من الدول كذلك التي طلبت الانضمام إلى منظمة البريكس، على اعتبار أن هذه المنظمة اليوم أصبحت واحدة من الفواعل الأساسيين في النظام الدولي الاقتصادي، لأنها دكتور علي لأنها تضم واحدة من اقتصاديات الدول الأكثر نموا والأكثر تأثيرا. ولهذا أنا نظن هي فرصة بأن تكون دول عربية عضو في هذا التجمع إلى جانب التجمعات الاقتصادية الأخرى مثل مجموعة السبعة والثمانية ومجموعة العشرين. ولكن في الختام، بعدما شاهدنا هذا الاستقبال الأسطوري للوفد الجزائري وكذلك الاستقبال القوي للرئيس الصيني في جنوب أفريقيا، لا تزال الجزائر تدهشنا يوما بعد يوم، ولا زال التطور والتقدم في شتى المجالات مستمر. كان معكم أخوكم عبد الله محمد التركي من اليمن. حفظ الله الجزائر قيادة وشعبا. عاشت فلسطين حرة أبية، وعاش الوطن العربي حرا ومسلما وأبيا. دمتم في رعاية الله.